السلام الله عليكم واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده مع حاتم المرابط. انتم كتفرجوا في القناه الخاصه بكره القدم او بالرياضه المغربيه والدفاع عن المغرب. الجانب الرياضي انا اعشق كره القدم، فقلنا علاش ما نديروش قناه خاصه بالرياضه باش ما نديرونجيوش وما نخلطوش الرياضه بالسياسه. المهم كنتمنى انكم تدعموا هذه القناه هذه وتبارطاجيوها، لان في هذا المكان هذا غادي نبدلوا الضفادع عكس بزاف القنوات المغربيه اللي ما كتبغيش تقلق الجمهور الجزائري او الجمهور المصري او ما عرف شنو. حنا هنايا بدون لغه الخشب، اما كاين غير رجع الضفادع الى المستنقع ديالها. غنبداو باول صفعه للجزائر رياضيا: تعيين زين الدين زيدان مدرب للمنتخب الفرنسي. كاين اللي يقول لي هو حاتم مرابط وهو كيدرب فرنسا وحنا عارفينه، هو فرنسي مش شحال هذه. ولكن فين هي الصفعه؟ شوفوا هذا الفيديو باش تعرفوا الصفعه منين جات. Clément Gavard pour SoFoot. Une première question par rapport à mon collègue et ami Christophe Glaise qui est enfermé en Algérie depuis plus d'un an. On voit que la Fédé a été très active pour son soutien, on le voit en arrivant ici. Didier Deschamps a aussi soutenu, adressé un message en tout cas à sa famille, à Christophe pendant la Coupe du Monde. Est-ce que vous auriez vous aussi un message à adresser à Christophe ainsi qu'à sa famille? Et une deuxième question plus foot. Qu'est-ce que les quatre sélectionneurs que vous avez côtoyés en équipe de France ont pu vous apprendre sur ce métier quand vous étiez joueur? Merci. Bien sûr que je soutiens et comme un parent, en fait, et comme l'a dit le président, la Fédération française de football soutient M. Glaise et sa famille, donc on espère simplement qu'il puisse rentrer à la maison euh, avec ses parents, ça c'est clair et net. Je me suis jamais trop exprimé, mais c'est pas simplement pour ce dossier-là, je crois que je le fais pour tout ce qui, en tous les cas, me touche quand je suis à l'extérieur. Je prends pas la parole pour dans n'importe quel cas. Et donc ça va pas changer. Aujourd'hui, vous me posez la question. Je suis parent et je veux juste qu'il rentre chez lui, euh, comme pour voir sa famille. Ça, c'est clair. في التقديم ديال المدرب الجديد للمنتخب الفرنسي زين الدين زيدان تطرح عليه السؤال بخصوص الصحفي الفرنسي كريستوف غليز المعتقل والمختطف من طرف الجزائر. وزين الدين زيدان قال لهم فعلا انا متوافق مع هذا الامر هذا، وانا كندعم اطلاق سراح كريستوف غليز باش يمشي عند الاباء ديالو وغلف بالابوه. ولكن حنا عارفين بانها صفعه. اي دوله كتكلم على اعتقال واختطاف كريستوف غليز من طرف الجزائر فهي صفعة للجزائر. دابا السؤال المطروح: زين الدين زيدان حنا عارفين بأن الابن ديالو هو الحارس الرسمي ديال المنتخب الجزائري، شنو غيديروا؟ غيعتقلوا الحارس ديال المنتخب الجزائري لوكا زيدان باش يديروا الابتزاز زين الدين زيدان باش يتراجع على الدعم ديالو لكريستوف غليز؟ وفضيحة. هاد المقطع اللي شفتو راه ماشي فوتوشوب، ماشي ذكاء اصطناعي، هو مقطع حقيقي للمنتخب النسوي المصري المشارك في كأس إفريقيا المقامة مع الأسف للمرة الثالثة على التوالي في الأراضي المغربية. داروا القميص ديال المنتخب المصري فيه 7 نجمات، بحال تيقولوا للعالم بأن المنتخب المصري النسوي فاز ب7 الألقاب إفريقية، وهذا خطأ. الألقاب الوحيدة اللي تربحات في هذه المسابقة النسوية تربحات من طرف 3 دول: نيجيريا عندها 10 الألقاب، جنوب أفريقيا عندها لقب واحد، غينيا بيساو عندها 2 الألقاب، مصر ما عندها حتى شي لقب، ما رابحة حتى شي لقب في البطولة النسوية الإفريقية. فعلاش هما دايرين 7 النجوم؟ دايرين 7 النجوم زعما ديال المنتخب ديال الرجال الأول، وهادي راه مهزلة. هادشي راه ما خصوش نسكتوا عليه، خاصنا نديروا البلبال على الضفادع ديال إفريقيا كيف ما كان. هادشي ما خصش يتسكت عليه، لأنه هادشي هو اللي دار في كأس العالم ب2026 في الفيفا. مصر كانت ناوية تدخل وتشارك بالقميص اللي فيه 7 النجوم باش زعما يبينوا زعما راهم البعبع ديال افريقيا. وانفانتينو قال لهم اش كتخربقوا؟ هذوك النجمات خاصين بكأس العالم، ربحتي كأس العالم دير النجمة، ما ربحتيش الكأس العالم حيد عليا ديك النجمة. وحيد لهم حتى الارقام الذهبيه، كانوا دايرين ارقام ذهبيه لانهم غيشاركوا في كاس العالم. نفس الضفادع اللي تيقول لنا بان نصف النهائي ديال كأس العالم ماشي شي حاجة، ولكن بغاو يديروا الأرقام الذهبية وأنفانتينو ما خلاهمش. دابا وحنا غنعرفوا دابا واش مصر كتحكم فعلًا في الكاف ولا ما كتحكمش، لأن المقر ديال الكاف كاين في مصر. فغنشوفوا واش الكاف غتقدر
تمنع المنتخب النسوي المصري أنه يدخل بالقميص اللي فيه 7 النجوم، ما كايناش هذه في التاريخ، اش هاد الفرعنة الخاوية، 7 النجوم دايرينهم في القميص ديال الذكور، اش جاب النساء ل7 النجوم وهما ما رابحين حتى شي نجمة؟ نمشيو للضفادع ديال المنتخب الجزائر، شوفوا هنا المنتخب النسوي الجزائري اللي بالمناسبة فاز في المباراة الأولى ديالو أمام السنغال، مباراة فضيحة، هذيك الحكمة الجنوب إفريقية اللي تحكمات هذيك المباراة خاصها تمنع من أنها تشد شي ماتش ديال المغرب، ولا تشد شي نصف النهائي ولا تشد شي نهائي، لأنها حكمة مرتشية. أولًا بعدا عطات ضربة جزاء للجزائر، وهاديك ضربة جزاء إلا مشاو للVAR غادي يلغيوها، لأنه كاين خطأ قبل على لاعبة ديال المنتخب السنغالي، عطات أيضًا منعات السنغال من ضربة جزاء حقيقية، شوفوا هاد اللقطة هادي. تخيّل أن هاد اللقطة هادي ما تحسباتش للسنغال ضربة جزاء، يعني عطات ضربة جزاء مفضوحة للجزائر، ومنعت السنغال من ضربة جزاء، سالت المباراة بهدفين ل0 لفريق المنتخب الجزائري. اللي لاحظت هو أنه في الموقع الرسمي ديال الCAF كيتعمدوا أنهم يكتبوا فقط الاسم العائلي ديال لاعبات المنتخب الجزائري، قلت أواه! علاش كيديروا الكنية وما كيديروش السمية؟ مثلًا كيديروا الحرف ديال السمية وكيديروا الكنية. كيديروا الكنية اللي هي كنية جزائرية، قلت لا، قلت القضية فيها شي حاجة تما، مشيت للموقع الرسمي ديال الفاف أو ديال المنتخب النسوي الجزائري، لقيتهم حتى هما دايرين نفس الحاجة كيف ما كتشوفونا في الصور، تيديروا الحرف الأول وفقط الاسم العائلي، تما فهمت بأنهم يتسترون على الجريمة. شناهي الجريمة؟ هو أنه الأغلبية الساحقة ديال لاعبات المنتخب الجزائري هما لاعبات عندهم أسماء فرنسية ولعبوا مع المنتخب الفرنسي ومن بعد ما عيط ليهمش هما يمشيو للمنتخب الجزائري، يعني هنا عملية تجنيس، راه ما كنتكلموش على شي واحد حالة ولا حالتين ولا 3 حالات، لا راه كنتكلموا على المنتخب الأول كامل، 11 لاعبة ديال الجزائر كاملين لعبوا مع فرنسا وبحال قلتي دابا حنا معانا في كأس إفريقيا منتخب فرنسي ثالث، نعطيكم بعض الأسماء، بما أنهم هما بغاو يخبيو الجريمة وداروا فقط الأسماء العائلية، يعني بطبيعة الحال غيكون جزائري مجوج فرنسية وولدو وحدة وسماوها باسم فرنسي، هادشي حنا في المغرب ما عندناش، حنا المغربي ملي كيتزوج فرنسية الأبناء ديالو أو الفتيات ديالو كيسميهم أسماء مغربية، كيسميهمش كلوي، مارين، داك الشي ما عندناش حنايا، بما أنهم جزائريين وبما أنهم دوزيام فرانسيس فهداك الشي عادي عندهم ما عندهمش مشكل، مثلًا نعطيكم اللاعبات الرسميات. كلوي، واش كاين دابا شي جزائرية غتكون سميتها كلوي؟ لاعبة فرنسية، كاينة وحدة أخرى سميتها ولكن نقولوا قريبة ولكن إيناس، إيناس كيسميوها الفرنسيين، لينا لاعبة وحدة أنا كنعطيكم دابا الرسميين فقط، عاد نعطيكم أسماء أخرى، لاوغا، واش دابا كاين شي جزائرية سميتها لاوغا؟ لاوغا من خنجلة، مارين، حنا كنعرفوا مارين لو بين، واش كاينة شي وحدة في الجزائر غتسمي بنتها مارين مثلًا؟ ميليسا. هذه المهم نقولوا فرنسية هي راه فرنسية ولكن نقولوا كاين بعض اللي كيسمي ميليسا ولكن راه اسم فرنسي. غوزلين، غوزلين ديال اش؟ ديال تامن راست، لويزا، مارين وحدة، أنايس، إيناس وحدة أخرى، وكاين أسماء أخرين ولكن ديال الفرنسيات ولكن نقدروا نقولوا قادر نسميهم جزائري، سارة مثلًا، ولكن راه مزيودة في فرنسا وتربات في فرنسا ودربات في فرنسا ولعبات مع المنتخب الفرنسي أيضًا، هادو كاملين اللي قلت لكم راه لعبوا في واحد المرحلة معينة من الفئات السنية الصغرى لعبوا مع المنتخب الفرنسي، وداد أيضًا لاعبة فرنسية، وحدة كاع ما عرفناها واش فرنسية ولا ألمانية، تيليني مولار، المهم كاين تقريبًا 70% حتى ل80% ديال اللاعبات أصلهم فرنسي وأسماؤهم فرنسية، وكيلعبوا مع المنتخب الجزائري الفرنسي، والتشكيلة ديال 11 لاعبة 10 منهم لاعبات مزيودين في فرنسا ولاعبين مع فرنسا وأسماؤهن فرنسيات، ووحدة فقط اللي مزيودة في الجزائر، داك الشي علاش الفاف كتعطي الحرف والاسم العائلي ديال اللاعبة باش ما يتفضحوش، ساعة هما عاد زادوا فضحوا راسهم، نمشيو دابا لضفادع نيجيريا، ضفادع نيجيريا اللي بداو التهجم على على المغرب بصفة عامة قبل بداية البطولة، كاين اللي يقول لي لا راه أنت ما في خباركش،
راه السلطات المغربية راه شدات هذاك اللي سرق لهم الفلوس، في خباري بأنهم شدوا هذاك اللي سرق لهم الفلوس، ولكن الطريقة باش هاجموا المغرب في مواقع التواصل الاجتماعي غير مقبولة. حنا قلنا في الفيديوهات الأولين بأنه خاص هاد الناس هادو يتواصلوا مع الشرطة، وخاص هاد الناس هادو يتواصلوا مع الكاف، وخاص هاد الناس هادو يخليو الناس يديروا التحقيق. وأي حاجة كتوقع في الفندق راه كاين الكاميرات كيسجلوا الكاميرات، كاينة أيضًا مسؤولية ديال هاد اللاعبات هادو اللي ما داروش الفلوس في الخزنة السرية بالكود. ففعلًا الشرطة المغربية مشكورة دارت التحقيقات ديالها، ومشاو بعتوا على هذاك اللي سرق لهم الفلوس، بعتوا عليه في الدار ولقاو عنده الفلوس مصرفهم في الدار. فهاد الشيء مزيان، وبغينا أيضًا السلطات كيف ما مشات دارت تحقيق مع داك اللي شفر لهم الفلوس، بغينا السلطات أيضًا المغربية دير تحقيق مع ديك اللاعبة النيجيرية اللي مشات كتصور المغاربة وكتستهزئ من المغاربة وكتنشرهم. بغينا أيضًا تحقيق مع ديك اللاعبة النيجيرية اللي مشات كتصور الموظفين ديال الفندق وكتعايرهم وكتسبهم بدون موافقة ديالهم. فشنو اللي كان خاصو يدار هو أنه البعثة ديال المنتخب النيجيري منين شافت بأن سرقوا الفلوس وهما مازال ما عارفينش ديك الساعة واش واحد من الفندق ولا شي واحد معاهم ولا ما حاسبينش الفلوس، ديك الساعة حتى شي واحد ما عارف. فما كانش عليهم يخرجوا في مواقع التواصل الاجتماعي ويحاولوا يهجموا علينا ومن بعد يقول لك حكاو الواد. لا، راه داروا بلاغ، البلاغ ديال الاتحاد النيجيري لكرة القدم دار بلاغ قال لك اللاعبة ديالو تعرضت للعنصرية. هو ما نكذبوش، أنا في الحلقات السابقة في القناة الأخرى كنت تكلمت على هذا الموضوع، قلت ما خاصش المغاربة يدخلوا في العنصرية ويبداو يديروا ديك التصاور ديال القرودة وداك الشيء، حيت داك الشيء ما عنده حتى معنى. حنا بالأخلاق ديالنا ندافعوا على بلادنا بالأخلاق ديالنا ونسلخوهم ونهبطوهم ونعطيوهم العصا بالأخلاق ديالنا، والأغلبية الساحقة ما كانتش عنصرية. ولكن دابا هُما علاش خرّجوا هذا البلاغ؟ لأن السلطات المغربية منين دارت التحقيق وجدات المجرم ورجعت الفلوس، صافي سدّات عليهم. فمنين سدّات عليهم خرجوا قال لك حكاو الواد لا، راه اللاعبة ديالنا تعرضت للعنصرية. اللاعبة ديالكم ممكن أنها تعرضت لواحد 5% من العنصرية، ونحن ندين العنصرية ونحن ضد العنصرية، لأن راه عندنا واحد النسبة كبيرة من المغاربة لون البشرة ديالهم سوداء، فما يمكنش مستحيل أن المغربي يكون عنصري. ولكن الأغلبية الساحقة ما كانتش عنصرية مع اللاعبة، وكانت كتنتقد بأن هاد اللاعبة هادي مشات كتصور واحد السيدة هازة واحد الابن ديالها معاق وبدات كتستهزأ منهم، مع العلم أن السيدة كانت عندها هذيك الكروسة أو لابوسات. ولكن حنا عارفين، حنا تربينا وحنا تربينا دائما في الظهر ديال الأم ديالنا موالفين هاد القضية، وهذا الشيء من العادات ديال المغاربة. وإلا مشينا لنيجيريا غنلقاوهم رابطين ولادهم بطريقة عجيبة، وما كاين حتى شي مغربي ما غادي ينتقدهم لأن داك الشيء داخل في الطقوس والتقاليد ديال الشعب. فأنتِ جاية للبلاد دايرة فضيحة في الفندق، كان بإمكانك أنكم تعلموا الشرطة وتعلموا الكاف وصافي وسالات. علاش أنا نخرج في مواقع التواصل الاجتماعي؟ هذا كيتسمى تهجم. وباش تأكدوا بأنه تهجم، منين المغرب طفى ليهم هاد القضية هادي بالتحقيق وصافي وشدوا المجرم، والمجرم غيضرب 6 شهور ورجعوا الفلوس، خرجوا مباشرة خرجوا بالبلاغ قال لك عنصرية. يعني هما عينيهم في المغرب، هما عينيهم انتقاد المغرب والتهجم على المغرب، وحنا غنكونوا ضدهم. حيت فاش خرجوا النيجيريين بهذاك الخبر ديال السرقة في الأول، كانوا نيجيريين أيضًا تعنصروا علينا وداروا العنصرية ضدنا. اللي كيهم النيجيريين هو تشويه صورة سمعة المغاربة فقط. ما تقولوش ليا لا راه عندهم الصح، عندهم الصح نسبيًا أن فعلًا كانت سرقة، ولكن واخا تكون السرقة كتواصل مع السلطات راه 1200$. 1200$ هذا ماشي نهاية العالم. كتواصل مع السلطات، كتواصل مع الفندق، ماشي أنت كتنوض وكتقول ما داروا لنا والو سرقونا ما تجيوش لهاد الفندق وداروا راسهم ضحايا وكذا. ها هو التحقيق دار وها هو الحق ديالك رجع بالسكات. حنا دابا كون كان عندنا شي لاعبات مغربيات مشاو لنيجيريا، واش كانوا غيديروا شي حاجة في مواقع التواصل الاجتماعي وينوضوا يهجموا؟ المهم برافو للمغاربة، لأن هذيك اللاعبة اللي كانت كتهجم علينا ما بقاتش كدير ستوريات صافي، مشات، ما بقاش كدير ستوريات. حنا ضد الناس اللي كيعايروا العنصرية داك الشيء، حنا ماشي عنصريين وما عمرنا غنكونوا عنصريين لأننا مغاربة. ولكن البلاغ ديال الاتحاد النيجيري لكرة القدم كيأكد بأنهم الهدف ديالهم هو تشويه صورة أو سمعة الكرة المغربية أو التنظيم المغربي. ونعطيكم واحدة أخرى، بزاف الجرائد الإلكترونية الإفريقية خرجات كتنتقد قال لك غياب الجماهير في المدرجات. وأي واحد عنده العقل غادي يفهم بأن حضور الجماهير من العدم ديالو ماشي هو مسؤولية المغاربة. راه ما يمكنش مثلًا في كأس العالم 2026 فاش كانت كرواتيا لاعبة، راه ما يمكنش كرواتيا تقول للأمريكان
دخلوا شجعوا لنا كرواتيا حنا راه ما غنجيوش. غياب الجماهير عنده بزاف د العوامل. اولا البطوله النسويه بصفه عامه اصلا ما كتكونش مشهوره وما كيهتموش بها بزاف الناس. ثانيا منين كيلعب المنتخب المغربي الجماهير المغربيه كتكون حاضره، هادشي اللي كتسالوا المغرب داير معاكم البليزير ومنظم لكم كاس افريقيا وانتم مازال خارجين كتنتقدوا. المغرب داير لكم تسهيلات وداير لكم منظم لكم كاس افريقيا النسويه لثالث مره، وكيعطي الفرصه لهذه المنتخبات النسويه انهم يلعبوا كاس العالم. لولا المغرب ما كانش غتنظم هاد كاس افريقيا وما كانوش غنمشيو لكاس العالم، ومع ذلك خارجين قال لك لا حكا والواد الملاعب خاويه. بغيتو حنا ننظموا لك كاس افريقيا وندخلوا لك الجمهور يشجع لك المنتخبات ديالكم. مثلا جنوب افريقيا لعبه مع تنزانيا، شكون اللي بغيتي من المغاربه يدخلوا؟ فين هما الجمهور ديال جنوب افريقيا؟ فين هما الجمهور ديال تنزانيا؟ ولا الماتش مثلا المباراه ديال الجزائر السنغال، عندنا جاليه كبيره ديال الجزائريين في المغرب، بين الحراق وبين اللي عنده الوراق وبين اللي مستقر في المغرب من 1962 وهو جزائري. علاش ما حضروش يشجعوا المنتخب ديالهم؟ عندنا جاليه كبيره من السنغاليين في المغرب، علاش ما حضروش يشجعوا المنتخب ديالهم؟ فما يمكنش انت انا غنظم لك بطوله ومن الفوق كطالبني انني ندير حضور جماهير. انا داير معاك تسهيلات، داير لك بطاقه الدخول او تذكره الدخول دايرها لك ب 20 درهم حتى ل 50 درهم، يعني تقريبا 4 دولار، بين 2 دولار حتى ل 4 او 5 دولار. ما كاينش أكثر من هاد الجهد هذا. فاللي بغى ينتقد شي حد يجيب الجمهور ديالو ويشجع. أنتم مثلًا المنتخب المصري غادي يلعب وما غاديش يكون الجمهور، ولا غيكون واحد العدد قليل ديال الجالية المصرية ما غاديش يحضروا، هذاك ماشي مشكلة ديالنا. حنا منين المنتخب المغربي تيلعب التيرانات كيكونوا عامرين، هادشي اللي كتسالونا. حنا درنا لكم تنظيم كأس إفريقيا النسوية والحمد لله أنها غتكون هي الأخرى، وغادي نتفرجوا غنضحكوا مزيان في النسخة اللي غادي تنظمها موزمبيق ولا إثيوبيا ولا شي دولة، ولا ما تنظمش كاع ديك الساعة غادي نشبعوا ضحك. وكنتمنى من الدولة المغربية ما تبقى تنظم حتى شي حاجة، لا بطولة كأس إفريقيا داخل القاعة، لا بطولة الهوند، لا بطولة الفولي، لا بطولة الشطرنج، شي حاجة إفريقية. خليو الأفارقة بيناتهم في المستنقع ديالهم. والسلام عليكم.